لقاء وموعد مع المشاهير، والنهاردة بتحل علينا الذكرى الثانية لوفاة الإعلامي الجميل وائل الإبراشي. انت اولا انت بتعترف بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا شرعيا؟ هل تعترف بالرئيس السيسي رئيسا شرعيا؟ انا اتيت لامر اريد ان اكمله، ما تعرضنيش اكمل وبعدين ابقى اسال. اكمل لله. هل تعترف بالرئيس عبد الفتاح السيسي سارد عليك رئيسا شرعيا؟ سارد. نبذة سريعة مختصرة عن حياته الإعلامية في ذكرى رحيله. ولد الإعلامي وائل الإبراشي يوم 26/10 عام 1963 في مدينة شربين محافظة الدقهلية. انت هنا انا بقول لك يا عم من الصبح القضية. سيبه بقى يا جماعة يتكلم، مش معقول كده. استاذ عمر مش هينفع اللي انت بتعمله ده. ليه كده؟ مفيش حد عايز هنا انت انطلاقا من موقف شخصي كمواطن دخلت في هذه القضية، لست مكلفا من احد ولا مدفوعا من احد ولا عبطت من حد. وهو أحد أشهر إعلامي التلفزيون والإعلام المصري. عمل صحفيا في روز اليوسف ثم في صوت الأمة قبل أن يستقيل منها عام 2010، وكان الله يرحمه مقدم برامج 9 مساء على الأولى المصرية وبرنامج 10 مساء على دريم، خلفا للإعلامية منى الشاذلي. وكان مقدما لبرنامج الحقيقة على دريم 2. سجل باسمه أكثر من سبق صحفي مثل قضية لوس أرتين وغرق العبارة السلام 98 ومقتل المجند سليمان خاطر ومذبحة بني مزار. بدأ ما دخلتش ليه في القضيه اللي هي في بيتك؟ ما هو عند مجدي بيه العجاتي ده في بيتك. ما تدخلش من حقه يتدخل في دي وما يتدخلش في دي زي ما هو عاوز يا بيه. النوايا يعني مش عايزين يعني هو قبض. لا ما قلتش كده، ومش انت ما تغلطنيش. ما تحاولش. بص انت حبيبي يعني هنا التفتيش في النوايا ليه؟ حضرتك وخليك يعني خليك على معاناة مرض الإيدز في مصر وأسباب اغتيال الرئيس الراحل السادات وسلسلة الهاربين إلى لندن وتحقيقات اللاجئين في الجولان وقضية تفجير كنيسة القديسين وقضية التعذيب في السجون. واتهم في 66 قضية نشر في عهد الرئيس الراحل مبارك بسبب، وكان آخرها قضية عدم تنفيذ قانون الضرائب العقارية، ونال فيها البراءة بعد ثورة 2011. ورحل عن عالمنا يوم 9/1 عام 2022 بعد صراع مع مرض كوفيد 19 كورونا. رحم الله الإعلامي الجميل وائل الإبراشي.